انتوا عارفين ان سماح انور قعدت لمدة 11 سنة مش عارفة تمشي على رجلها وبتمشي على كرسي متحرك؟ في سنة 98 سماح انور عملت حادثة كبيرة جدا. كانت راجعة من عرض مسرحية بالو اللي كان وقتها بيعملها صلاح السعداني واسعاد يونس، وفجأة طلعت قدامها عربية عمالة تجري وراها لحد ما خافت جدا، ومن خوفها دخلت في عمود كهرباء. الاصابات بتاعتها وقتها كانت شديدة جدا وما فاقتش غير بعد 3 ايام في المستشفى. سماح انور قبل كده طلعت وقالت ان الدكاترة خيروها انها تبتر رجلها ولا تكمل في العلاج، بس سماح انور قالت انا كان املي في ربنا كبير واخترت ان انا اكمل علاج. وعملت سماح انور 42 عمليه جراحيه على مدار ال 11 سنه، منهم بقى 8 سنين بحالهم سماح انور ما بتمشيش اصلا على رجلها، والباقي كانت لسه بتعاني من اثار الحادثه. بس سبحان الله في البرامج اللي بتطلع فيها قالت ان الحادثه دي غيرت لها حياتها تماما، وكانت سبب في انها تشوف الحياه احسن بكتير من زمان. سماح انور من الفنانين الجمال قوي اللي انا بحبهم، واللي عرفت تعمل لنفسها شخصيه محدش ينفع يقلدها. انتوا بقى ايه اكتر دور معلم معاكوا لسماح انور؟